فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملاحدة، ما هم منافقون، ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط، وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه للناس يتصرفون فيها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم. هذا كفر بالله عز وجل وعزل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. نعم، فهم شر من المنافقين. المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهرهم، أما خفاياهم فهي إلى الله. أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عزلوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح مصرح به، ما هو نفاق أن يظهر شيئا ويخفي ضده. هؤلاء ما أخفوا شيئا، صرحوا. نعم، فهم شر من المنافقين. نعم. العلمانيون أعلنوا عن علمانيتهم وأن الشريعة الإسلامية غير صالحة في الوقت الحاضر، وكل علماني فهو كافر مرتد أينما وقع في الشرق أو في الغرب. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية، لأن الإسلام قدر لأهل الكتاب كتابهم الأول التوراة والإنجيل، وأباح للمسلمين أكل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم بالإجماع، المراد بالطعام هنا الذبائح. وأحل لنا المحصنات من نسائهم، بينما ذبيحة العلماني لا تحل. المرأة العلمانية لا تحل لمسلم لأنهم مرتدون. المرتدون والمجوس والوثنيون لا فرق بينهم وبين الهندوك والبوذيين من الذين يؤمنون بالأديان الأرضية وليست لهم أديان سماوية. هؤلاء كلهم كفار، يعاملون معاملة أشد من معاملة اليهود والنصارى في الإسلام. فلنعلم أن العلمانيين مرتدون كفار، ولنعلم معنى العلمانية الكفر بجميع الأديان وعدم التقيد بأي دين. يسمون حرية البهائم. العلمانيين في روافض غلاة كفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يقفوا لا على قدم المساواة مع أهل السنة، بل يضعوا أقدامهم على رؤوس أهل السنة، وخيبهم الله ورد كيدهم في نحورهم. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين والعلماء في هذا البلد ألا تسقط راية التوحيد والسنة على أيدي هؤلاء الخونة. العلماني يرفع صوته، والليبرال النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم حتى بديانة، أي ديانة فضلا عن الإسلام، يريد أن يرفع صوته فوق الإسلام. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لإدراك كيد هؤلاء ورفع راية السنة والتوحيد. يعني مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين. نعم، يعني العلمانيين الذين يعني
هذا شأنهم، يعني إذا لقوا المؤمنين يعني ظهروا المظهر الطيب، وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين، يعني يضحكون ويتغمزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم، أو أننا معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني تيقظهم، يعني يصدقوننا فيما نقول وأننا معهم ونحن لسنا معهم وإنما هم مخالفون له. فالعلمانيين هذا شأنهم اللي هم المنافقين، يظهرون للناس إذا صارت القوة يعني لأهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبة، وإذا صارت القوة للكفار وللناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل، ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر. هل هناك